بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير. حابب أتكلم معاكم دلوقتي على آخر استعدادات المنتخب عنده مباراة إن شاء الله بكرة قصاد موريتانيا. إن شاء الله ربنا يوفق، إن شاء الله نتمنى الفوز للمنتخب، وإذا حصل على النقطة شيء كويس ونكون ضمننا التأهل لأمم إفريقيا في المغرب إن شاء الله. المنتخب وصل، عمل تدريبات خفيفه، تريزيجيه وحمدي فتحي عملوا تدريبات برضو منفرده. الطبيب طمن كابتن حسام على الحاله ليهم، الحاله البدنيه كويسه، الحاله الصحيه كويسه. عمر مرموش حالته تسمح انه يشارك في المباراه اذا حب الكابتن حسام حسن. محمد عبد المنعم حالته كويسه تمام، يقدر يشارك في المباراه. اللي اقدر اقوله لكم كتوقع للتشكيل، احنا كده اطمنا على اللعيبه. النهارده اللعيبه ادت، راحوا الفندق على حوالي الساعه 9، خلاص هياكلوا عشاء خفيف، وان شاء الله بكره يوم المباراه ان شاء الله. اللي اقدر اقوله لكم ان اسامه فيصل بنسبه 90% هو المتواجد كراس حربه مكان مصطفى محمد. بس اللي انا اقوله لكم الاول كاحساس وكامنيه، انا اتمنى ان شوبير او عواد هم اللي ياخدوا فرصه ويكونوا هم اللي في حراسه المرمى. اتمنى ان محمد عبد المنعم ما يشاركش في المباراه. اتمنى مش حمدي فتحي اللي يلعب، اتمنى بيكهام يكون موجود نشوفه ياخد فرصه المباراه. اذا ده ما حصلش وكسبنا لازم ياخد فرصه في المباراتين اللي بعد كده. المهم نشوف اللعيبه كلهم اللي الكابتن حسام بيختارهم، اللي بيتواجدوا معاه في المعسكر لازم نشوفهم موجودين. احمد عيد هيبقى مكان محمد هاني بالطبيعي، ياخد مباراه واثنين وثلاثه، الولد ياخد خبره، يخش مع اللعيبه، يحفظ تحركاتهم. اتمنى ان الخط الامامي كله يتغير. اتمنى ان ولا تريزيجيه يبدا، ولا مرموش يبدا، ولا زيزو يبدا. اتمنى ان يبدا بلعيبه، يبدا بمصطفى فتحي، يبدا باسامه فيصل، يبدا بابراهيم عادل. لكن كابتن حسام هيبدا بزيزو، وهيبدا باسامه فيصل، ومعاهم تريزيجيه. اتمنى في خط الوسط نشوف تغيير، نشوف برضو لعيبه جديده. لكن كابتن حسام هيبدا بمروان عطيه. كنت اتمنى ان اشوف ناصر ماهر بيلعب برقم 10 كويس، المنتخب محتاج ان نشوف لما معانا لاعب يلعب في مركز 10 الكور اللي يقدر يطلعها. لكن كابتن حسام هيلعب بمروان عطيه وهيلعب بحمدي فتحي جنبه، وانا متخيل انه هينزل تريزيجيه ويحط مرموش. لكن في الاخر القصه عند الكابتن حسام حسن، اتمنى نشوف كذا صوره، كذا وجه جديد في المباراه عشان نقدر نحكم مع اللعيبه، نقدر نشوف الدنيا ماشيه ازاي. حكمنا على اللعيبه مش لازم يكون في مباراه داخل الاستاد القاهره، لا، لازم نشوفهم بره، لازم نشوفهم كذا مباراه، لانه بالطبيعي احنا ما شفناش مصطفى فتحي وهو لاعب عظيم وهو بيبدا. لازم يبدا ولازم ياخد المباراه دي بدايه، لازم يكون بادئ فيها. ممكن زيزو يرتاح شويه، ومش لازم معنى انه يرتاح ان نغير له مكانه بس اضمن انه في التشكيل، لا، ممكن مرموش يصبر وتريزيجيه اللي ينزل في وسط الملعب، ويبقى ابراهيم عادل اللي بادئ من المباراه، واتفرج على اسامه فيصل، اتفرج على تحركاته معاهم، مع مصطفى فتحي ومع ابراهيم عادل هتبقى تحركاتهم ازاي. كمان ابراهيم عادل مع اسامه فيصل بوجودهم مع المنتخب الاولمبي، فوجود هم حافظين تحركات بعض. اتمنى ان ده يحصل. محمد حمدي في الجنب الشمال لعيب متميز، يقدر يلعب كرات عرضيه، يقدر يستفيد منها اسامه فيصل لاعب هجام، لاعب بيقدر يحافظ على الكوره، لاعب بيقدر يضغط على الاثنين المدافعين، تحركاته كويسه. يمكن احرازه للاهداف مش بنفس القدره اللي عند مصطفى محمد، بس هو ولد صغير محتاج انه ياخد ويديله فرصه، زي ما بتمنى ان شوبير او عواد ويكونوا موجودين. عواد النهارده في التدريبات تصدي لضربات الجزاء، متصدي ل4 ضربات جزاء. عواد عامل معسكر هايل، موجود في الصوره. اتمنى ان ياخد الفرصه، بما انك يا كابتن حسام جبت عواد وهو بقاله مده بره عشان مباراه ادى فيها بصوره كويسه زي مباراه الاهلي، ياخد فرصه في المعسكر، ياخد فرصه. مش هنقول مصطفى شوبير ولا الشناوي، عواد ياخد عشان ما يبقاش الموضوع محسوب اهلي وزمالك. اتمنى ان انا اشوف بيكهام جنب رامي ربيعه، اشوف ايه الظروف عشان محمد منعم اذا حصل اي ظرف. مش لازم يكون كل مره هو البديل ليه انه حمدي فتحي اللي ينزل،